فيلم مصري بسبب لقطه فيه المخرج ما كانش هيكمل تصوير الفيلم. نفس الفيلم المصري ده توم هانكس اشاد بيه وقال ان هو ممكن يغير نظره الغرب للسينما المصريه، وبسبب الفيلم ده مخرج الفيلم اخرج في هوليود، وكانت المخرجين والشركات بتتخانق عليه. وهو اوريدي دلوقتي عالمي لانه اخرج في مارفل، وهو المخرج محمد دياب. المخرج محمد دياب كان بيحكي عن لقطه في فيلم اشتباك، اللقطه دي قعد يصورها في يومين وممكن ما كانش يكمل الفيلم عشانها، وده على كلامه لانه كان عايز يصور اللقطه دي كلها وان شوت في عربيه ترحيلات لمده 3 4 دقائق، وده شيء صعب جدا، ولو تم وفعلا تم فهو شيء عبقري. يعني وان شوت يعني الكاميرا مش هتفصل 4 دقائق، الكاميرا شغاله ما بتفصلش. يعني الكاميرا مان في عربيه ترحيلات هيصور في عربيه ترحيلات فيها 20 شخص، وعربيه ترحيلات مكان صغير جدا انه يعمل حاجه زي كده، وينزل عربيه ترحيلات يصور حاجه بره بعد كده يرجع تاني عربيه ترحيلات. الكلام ده كله عشان يتعمل فهو شيء صعب جدا وجديد في السينما المصريه. فبسبب الشوت ده المخرج محمد دياب بيقول لك انه ما كانش ممكن يكمل الفيلم لو الشوت ده ما اتاخدش، عشان كده الشوت ده اخد يومين في تصويره. بعيدا عن كل ده بقى فهو فيلم عبقري. انت متخيل الفيلم تقريبا 90% منه في عربيه ترحيلات، يعني اصغر من الاوضه اللي احنا فيها دي، وضيف لكده ان هي فيها 20 شخص وكلهم محتاج تاخد تعبيرات وش.